لو لسه بتعانوا من تنظيف الشرابات وبالاخص الشرابات البيضاء، في الفيديو ده هقول لكم على طريقه سحريه هتقدروا تنضفوا بيها كل الشرابات اللي عندكم بكل سهوله. كل اللي عليكم تصلوا على النبي وتكملوا معايا الفيديو ده. طبعا معروف ان حجم الشرابات بيكون حجمها صغير، فبالتالي بيكون نسبة الاحتكاك ما بينها وما بين الملابس او ما بين الحلة بتاعة الغسالة اثناء الغسيل بيكون قليل جدا، فعشان كده الشرابات دي ما بتنضفش كويس. فعشان كده افضل طريقة لتنظيف الشرابات ديت هو الغسيل اليدوي. بس هقول لكم على طريقة سهلة جدا لتنظيف الشرابات ديت من غير اي مجهود او تعب. هنجيب اي حاجة عندنا فاضية وهنحط فيها مية سخنة درجة الحرارة بتاعتها ما تعديش 30 درجة مئوية، وهنحط عليهم نص كوباية خل، هنحط عليهم نص كوباية اي مسحوق بودر بتاع غسالات عادية، وهنحط عليهم نص كوباية كلوريكس الوان اي نوع كلوريكس الوان احنا بنستخدمه. هنقلبهم في بعض كويس، وبعد كده هنجيب الشرابات اللي عندنا ونحطهم في الخلطة ديت لمدة نص ساعة. بعد كده بقى هنجيب ازازة فاضية زي اللي انتوا شايفينها دي، وهنجيب اي فرشة عندنا ناعمة وهنلبس فيها الشرابات بالشكل اللي انتوا شايفينه وبالفرشه وهندعكها بيها. وبعد ما نخلص بقى هنجيب اي حاجه فيها شويه ميه عاديه وهنبدا نشطفها عادي خالص، وهتلاقيها نضفت معانا.